اهلا بيكم في مطبخي الغالي. هنا بقى واحنا بندي اللحمه صدمه وبنشوحها علشان نوريها للحاج حوده ويشوف اللحمه وهي بتتصدم وبتتحمر قبل ما تنزل في الشوربه اهي. بصوا كده، بصوا كده خدت، هفضل اشوح بيها كده لحد ما تاخد اللون البني كده، الذهبي البني. انا مش عارفه هو الذهبي ولا البني، بس اللون انا عارفاه كويس يعني. وبعد كده هننزل بيها على الشوربه اهي اهي. بصوا اهي تتاكل وهي نيه، عشان لو حصل اي حاجه ولا جه قال على اي حاجه تبقوا شاهدين علينا. اقفل يا ابني. بصوا بقى انا في اللحظه دي هرش عليها شويه فلفل اسمر، وبعد كده هنزلها هنا في الحله على ميه مغليه على طول. ما رضيتش احمرها في الحله وانزل عليها بميه سخنه عشان الشوربه ما تغمقش. ولو اني اصلا منظر اللحمه كده بسم الله ما شاء الله عايز ينزل عليها بشويه ميه صغيرين ونغطيها ونشويها في الحله، بس انا مش هقدر عشان الحاج حوده عايزها مسلوقه ومحمره وجنبها فته. خليكم معايا. يلا ورجعت لكم تاني، وهنا معانا في الطبق بصلتين صغننين، ورقتين لورو، في واحده بس حبهانه واحده بس عشان الحاج ما بيحبش الحبهان الكتير. وهنا طبعا كنت انا نزلت اللحمه في الميه في الشوربه. وهعمل ايه دلوقتي؟ هنزل بالحاجات بتاعتنا دي وهنشيل الريمه مع بعض اهو. انزلوا اهو. هنشيل بقى ايه، هنسيبها تغلي غلوتين كده، وهنلم الريمه اللي على الوش دي عشان اللحمه ما تبقاش مزفره. ومش عارفين نقول ايه للحاج حوده، طلباتك اوامر والله. بصوا بقى احنا هنا هنشيل الريمه مع بعض عشان الشوربه ما تبقاش زفره. احنا جايبين اللحمه دي من هايبر وان، طبعا اللحمه بتاعتهم بتبقى حلوه ومش زفره خالص، بس المره دي انا كنت حاسه ان الطبق ده احتمال يطلع زافر، فعشان كده عملت كل الخطوات اللي انتوا شفتوها دي. وطبعا كنت محتاره مش عارفه احط طماطمايه صغيره ولا ما احطش، عشان الحاج هيعرف ان انا حطيت طماطمايه وهو ما بيحبش الطماطم في اللحمه، لكن لو في الفراخ عادي هيتقبلها. واحنا كل اللي منانا من الدنيا بس ان هو يبقى راضي عننا، وتابعونا لنهايه الفيديو. وهنا بقى خلاص معانا اللحمه في الحله اللي استانلس الجامبو الحلوه ديت. وهنا في الحله الصغننه دي هنعمل شويه رز ابيض علشان الفته. تقولي لي طيب ما هي الفته كلها برز ابيض يا ام حمزه، ايه الجديد اللي جبتيه من عندك؟ اقول لكم والله العظيم ما اعرف، بس دي اوامر الحاج، خليكم معايا. ودلوقتي بقى هنجيب ازازه الزيت بتاعتنا اللي هي عافيه بصحه وعافيه، وهننزل بشويه زيت في الحله المتينه بتاعتنا. هي حله صغننه بس مش مشكله، وانا مش هكتر الزيت قوي عشان برضو دي اوامر الحاج، وخليكم معايا. وهنا بقى نزلت بشويه الرز في الحله اللي كانت سخنه وفيها شويه زيت، وطبعا ما صورتها لكوش علشان انا ماسكه التليفون بايديا. وفضلت بقى اعمل ايه، اشوح 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 اشوح. تقولي لي طب ليه يا غاليه تعبتي نفسك ليه كده يا ام حمزه؟ اقول لكم اصلي لا، الحاج ده حبيبي 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 خمسه حبيبي. يلا بينا نعمل الصلصه بتاعت الفته. ودلوقتي جاءت اللحظه الحاسمه، اهم لحظه في الموضوع كله. دلوقتي هنعمل الصلصه بتاعت الفته. تقولوا لي كترتي الزيت هنا ليه يا ام حمزه؟ اقول لكم معلش اكسكيوز مي، اصل دي اوامر الحاج. دلوقتي هنعمل ايه؟ هننزل بمعلقه ثوم مفروم كبيره جدا. هتقولي طب وليه البذخ ده يا ام حمزه؟ اقول لكم معلش اصل دي اوامر الحاج. طبعا احنا هننزل دلوقتي بمعلقه الثوم، وهنولع البوتاجاز. ما رضيتش اولعه من بدري احسن الثوم تتحرق مني وانا بصور. يلا دلوقتي بقى ربنا هيوفقنا ويقدرنا. والطبق دوت فيه شويه ملح، شويه فلفل، شويه ملح محوج، وشويه فلفل اسود، وشويه كمون، وشويه سكر، وكله كله 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 على بعضه على بعضه على بعضه. وهننزل بيه على الثوم وهنقلب هنقلب 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 هنقلب. قلبي كويس يا اختي، قلبي 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 عشان معلش لازم في ناس كده تسيب بصمتها. يلا هنقلب بسرعه مع بعضينا. وهنا بقى اللحظه الحاسمه، هننزل بمعلقتين خل بسرعه 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 عشان يعمل فته بالخل والثوم. فته كيوز مي